سيادة النائب أحمد أبو هشيمة من ستارت أب باور. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طبعا دي المرحلة الثالثة لستارت أب باور، صح؟ الموسم الثالث. هنعمل إيه في الموسم الرابع؟ اولا خلينا نتكلم عن الموسم الثالث. الموسم الثالث تأهل 80 متسابق، منهم 50 هيحصلوا على جوائز، وانا بقول كله كسبان. وحجم العمل اللي اتعمل في الثلاث سنين بشكر عليه جهاز تنميه المشروعات، لان هو شاركنا في المبادره مع مؤسسه ابو هشيمه الخير. زي ما بنقول 30,400 ساعه عمل، 115 مدرب الاولاد اتمرنوا اعلى تدريب، 30 محكم، اكثر من 30 مليون جنيه من مؤسسه ابو هشيمه الخير منح لا ترد، 27 محافظه. كل المشاريع هي مشاريع ابتكاريه، مشاريع خارجه عن الصندوق. هو ده اللي عايزين ندعمه في شباب بلدنا، ان احنا عايزين كل واحد عنده فكره وممكن تتقلب مشروع بنقدر ان احنا نخدمه بنعملها. الموسم ده انضم لنا شركه بلتون لتمويل مشاريع صغيره ومتوسطه ب50 مليون جنيه. اصبح موسم صراحه انا بقول وصلنا الليفل الوحش زي ما بيقولوا، ولكن الموسم الرابع الاقوى لان انضمت الينا منظمه العمل الدوليه. ففي الصيغه الدوليه بقت موجوده في المسابقه، كل المتسابقين ممكن يتم مشاريعهم تروح للمستوى الاعلى، المستوى الدولي، ممكن يتم تمويلهم على المستوى الدولي وتدريبهم على المستوى الدولي. فالموسم الرابع بشوفه ان شاء الله يبقى ان شاء الله في مرحله جديده من المسابقه اقوى من الثلاث مواسم الجايه ان شاء الله، واحنا مكملين، ودي اقل حاجه نقدمها لشبابنا. انا بس بقول من اول فخامه الرئيس لغايه كل واحد مسؤول في الدوله بيدعم الشباب، وبيدعم اي حاجه فيها رياده اعمال، وده هو مستقبل مصر الحديث. الشباب دول هيعملوا براند في مصر. الشباب دول عاملين مشاريع، لو عندكم وقت كميديا تقدروا تتفرجوا على المشاريع. انا عندي انبهار، يعني انا ببني مصانع واشتغل في الصناعه بقالي سنين، عندي انبهار من الشباب. وصراحه يعني كل المشاريع اللي متقدمه اللي وصلت للنهائيات واللي قبليهم كلهم تم تدريبهم على اعلى مستوى عشان يقدروا يعملوا شركات. هم عندهم فكره وعندهم عبقريه، انما ازاي تقدر تنشئ شركه وتشتغل وتستلف من قرض وتقدر تشتغل، ده عايز تدريب جامد جدا. فهم خدوا التدريب، بقوا مؤهلين كلهم ان هم شركاتهم ان شاء الله زي ال 130 شركه اللي اتعملت قبل كده تبقى تدخل سوق العمل وتبقى على اعلى مستوى. طب المرحله الرابعه يا سياده النائب هتبقى في اعداد اكبر؟ ان شاء الله. احنا تقدم 14,000 فكره. هي المسابقه مخصصه لاصحاب الابتكارات، هو مش قصه اعداد. يعني السنه دي الموسم ده اقل ناس تقدمه عشان كله رايح لحته التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والزراعه الذكيه والصناعه الذكيه. فهي قصه الكواليتي بتاع المشروع، فده اللي بيهمنا دلوقتي. ومعانا دكتور باسل رحمي، دكتور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة. عايزين نعرف يا دكتور ايه المشروعات الجديدة للشباب اللي ممكن نخطط لها مستقبليا؟ اولا برحب بحضرتك وبالسادة الزملاء. قبل ما ابدا بس حابب اقول حاجه جميله جدا. احنا السنه دي ده الموسم الثالث مع جهاز تنميه المشروعات ومؤسسه ابو هشيمه الخير. الحمد لله احنا كان عندنا السنه دي اكتر من 1158 متسابق. من وجهه نظري كلهم كسبانين، يعني اللي كسبوا طبعا 80، بس الروح والفايبس اللي موجوده بين الشباب كلهم حاسين ان كله كسب، ودي حاجه طيبه جدا. الولاد السنه دي كانوا مركزين اكتر على الذكاء الاصطناعي وعلى الاقتصاد الاخضر. احنا عندنا شباب فوق الممتاز، والشباب زي الفل فعلا، اللي الجد واللي عايز يعمل حاجه بيطلعوا افكار بتمس الاقتصاد المصري حقيقه يعني. وعندهم زي ما حضرتك تقولي ايه، عندهم دافع ان هم يعملوا حاجه ومش هاممهم اي تحديات. احنا الحمد لله احنا بنشتغل معاهم بقالنا اكتر من سنه، ودورنا الاساسي ما بيخلصش النهارده، دورنا الاساسي بيخلص بعد الفوز